النهارده معانا وصفة من أحلى وأوفر الوصفات اللي تنفع لكل بيت. هنعمل سوا الكوبيبة الشامي بس بطريقة اقتصادية من غير تكلفة عالية. ومعانا المقادير بتاعتنا اهي: كوبايتين برغل، ومعانا معلقتين نشا، ومعانا 3 حبات بطاطس، ومعانا كوبايتين مية بتغلي، ومعانا البهارات عبارة عن ملح وفلفل، و11 بهار اللي هي البهارات ال11 بهار، ومعانا بهارات لحم. دي المقادير بتاعتنا. هنحط كوبايتين الميه على كوبايتين البرغل، ونسيبهم نص ساعه لحد ما يبوشوا. وبعد كده هنهرس البطاطس ونحط النشا عليهم ونحط التوابل. دي الكوبيبه الشامي بالشكل ده اهي بتستوي، واللي خرجت لونها تحفه. انا خلصت الكميه كلها بالشكل ده اهيت. اتمنى الفيديو يعجبكم. هنروح نقليها بقى، وبعد ما تقلي هوريها لحضراتكم. هنعمل الكوبيبه الشامي بالطريقه دي كده، حضراتكم شايفينها بالشكل ده كده. هنكورها بالشكل ده كده. دي ميه بنشا، ودي طبعا مقوره. دي اسهل طريقه بالشكل ده كده اهي، شايفين. هنحشي اللحمه المفرومه بقى بالشكل ده كده اهو. زي ما انتم شايفين كده. هنقفل بالراحه كده بالشكل ده كده اهو. لو فينا طرف زياده هنشيله كده بالشكل ده كده، بالشكل ده اهو. الكوبيبه الشامي دي طعمها جميل وتحفه بالشكل ده اهو، زي ما حضراتكم شايفين. هعمل كمان واحده هنكورها عشان تبقى سهله معاكم بالشكل ده كده اهو. كورناها. انا حاطه ميه بنشا وبظهر المقوره بالشكل ده كده اهيت. دي الطريقه السهله، شايفين اهي. بالشكل ده كده اهو. وهنحشيها لحمه مفرومه. بالشكل ده اسهل طريقه ان انت تفرغيها من جوه. نجيب بقى اللحمه المفرومه ونحشيها بالشكل ده كده. هنقفل الطريقه دي كده بالشكل ده اهو. شايفين طريقة تشكيل سهلة وبسيطة، والكوبيبة دي طعمها تحفة وجميلة. طريقتها سهلة، هي كبة اقتصادية بالشكل ده اهي. هتكوريها بالشكل ده كده عشان تسهل عليكي بالشكل ده كده اهو. والصبع الكبير اهي، وتفرغي وتلفي بالشكل ده كده اهي.
اهي. هنحشيها بقى باللحمه المفرومه بالشكل ده كده اهي. نقفل كده، شايفين؟ بالشكل ده كده اهي. تنعميها، تبلي صابعك كده بالشكل ده كده اهو، بالنشا والميه، شايفين اهي بالشكل ده كده. لو انت بقى عايزه تفرزيها هتحطيها في طبق الاول زي كده وتفرزيها بالشكل ده كده، والاخر تعبيها بعد ما تجمد في اكياس. بعد كده هنقليها بقى واوريها لكم بالشكل ده اهو. شايفينها بتتقلي، مش هنكتر خالص في الزيت بالشكل ده كده. بالشكل ده اهي بتستوي، واللي خرجت لونها تحفه